اخواتي رجال المال والاعمال، هنشتغل في تجاره السلاح الحلال، الاكل وخاصه البروست. ارمش يا نزيه، ليه؟ مكسبه كبير ومجهوده قليل. يا عم ما شاء الله اتحرق مليون مره. نزله تحت. ليه بقول سعر السلكان النهارده 50,000 جنيه؟ ما بقدرش غير بالسلكان. خلي بالك هتلر كان ليه كلمه حلوه قوي: انا بشتغل شيفتين عشان ابوس الشفتين. هنعمل بارتيشن ونبيع فيه الكيمو كونو، بس اللي هي الشوكولاته اللي في الاخر كده. انا متارجت اودينس صح. يقول لك ايه في البيزنس؟ الحاجه كل ما خف وزنها زاد سعرها. يا عم احنا كده عايزين مصنع وتشغيل اشطب على المصنع. احنا هنعمل فكره ابلكيشن لذيذه قوي. انت قاعد في البيت وعايز تخرج واصحابك كلهم مسحولين، هتقابل واحد من على الابلكيشن، تنزل تشيله همك ويروح وياخد بعضه ويمشي، ولا تعرفه ولا يعرفك. مش حلوه؟ بس فكره البرمجه حلوه، نلعب عليها. احنا نعمل ابلكيشن ابعد يا اجنبي والنبي، ونسميه سمسم عشان انا متفائل بالحجم الصغير ده يكبر مع الوقت وينفش. هندخل فيه كل اللوكال براند اللي موجوده، بدل بقى ما اسافر الصين واعمل الحكايه والشحنه تقف والحوارات دي كلها. لا، الابلكيشن ده بيجيب لك كل البراندات بتاع بره بسعر شبرا خيمه، مكياجات، لبس، بناطيل، قمصان. الابلكيشن ده بقى 3 في 1. المورد كسبان اللي يجي يحط عندي في الابلكيشن حاجته، وانا كسبان، واللي هيشتري كسبان لانه شاري بالسعر الايه القليل وبيشتري الكواليتي العاليه. حلوه الفكره؟ على البركه. يلا بينا. طب ايه في 2000 جنيه بتوع البرمجه، الواد بتاع البرمجه؟